بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. حبايب قلبي ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. وشاهدوا الفيديو للآخر. أنا ما صورتش معاكم بقالي حوالي 12 يوم اهو يا حبايبي، لأن كنت عاملة عملية في ظهري. كان كيس دهن عندي في ظهري ورحت أكشف عليه لأن تعبني. الدكتور قال لي لازم يشال، فكنت عاملاه وكنت قاعدة في بيت أهلي يا حبايبي. بقالي حوالي 12 يوم او 13 يوم، لسه راجعه امبارح كنت عند اهلي. فالنهارده قلت بقى اجيب جبنه فرخه بيضه، وقلت اعملها معاكم. انا عاملاها معاكم قبل كده بس بوريها للي لسه ما شافوني. دي الطماطم دي يا حبايبي عليها 6 فصوص توم، وعليها قرن فلفل حراق، والبهارات يا حبايبي بابريكا، كمون، مرقه دجاج سايبه، وملح وفلفل وحبهان. وبقلب ده كله في بعضه عشان البطاطس والفراخ يا حبايبي كله يبقى متطعم من نفس البهار. هنحط بقى يا حبايبي، ودي البطاطس دي انا مخرطاها وغسلها وحاطه عليها بصل، ولو في فلفل يا ريت، بس زي ما قلت لكم انا لسه راجعه امبارح والتلاجه فاضيه، فاعملها يعني المشي نفسنا من غير فيديو. دي بصلتين يا حبايبي كبار حطاهم، واحط بقى نص الطماطم والنص التاني على الفراخ، وهعمل جنبها رز ابيض يا حبايبي. ما تنسوش تدعولي بالله عليكم ربنا يشفيلي ويهديلي حالي يا رب. البطاطس ده انا مقشراها يا حبايبي وغسلها عشان محدش يقول ده، والبصل كل حاجه بغسلها. اهم حاجه في الاكل يطلع معاك حلو ونضاف. والفراخ ده نقعانها في ليمون وملح يا حبايبي. محطش بحط لها خل لان الخل بحسه بيزود الزفار، مش عارفه حد زيي ولا إيه، بس انا بحسه بيزود الزفار. كده نص الفراخ يا حبايبي، وبعد كده نحط بقى الطماطم عليها. ونحط بقى الطماطم بقى يا حبايبي على الفراخ، ونرفع الجلد كده يا حبايبي. لازم احنا بنغسل الفراخ البره بيبقى في ماده لازقه تحت الجلد، لازم نحش وتبقى مخليه الفراخ زفر. وبحط بردك من التتبيله تحت الجلد بتخلي طعم الفراخ حلو. هنعمل جنبها يا حبايبي رز. غسل ايديا يا حبايبي عشان محدش يقول بتعملي بايدك، دول ما نضفتها يعني. بس كده جاهزة يا حبايبي. اما اقطع الرز بقى اما ينشف نقطع عليه، اطلع اولع الفرن وارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي كده، ولعت الفرن من تحت ومن فوق اهو، بس ههدي من فوق خالص وازقها في الفرن، وما تقلب بهدي عليها وبقفل عليها باب الفرن وبسيبها اما تستوي يا حبايبي ارجع معاكم تاني. يا حبايبي
كده الفراخ اتعملت اهي مش محروقه يا حبايبي، انا اللي محمراها والولاد عايزينها كده. وطبخنا يا حبايبي الرز، ودي طريقتي في عمل الفراخ. ولادي بعملها بالطريقه دي كل مره لان هم ما بيحبوهاش الا بالطريقه دي. وما تنسوش يا حبايبي الاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي تعليق حلو، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. وشاهدوا الفيديو للاخر، وبالله عليكم تدعوا لي ربنا يصلح حالي يا رب ويهدي بالي. وما تنسوش يا حبايبي والنبي تشاهدوا الفيديو للاخر عشان بس اكبر بكم باذن الله واحقق شروط الربح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.